تعالوا بينا نبدأ قصتنا الجديدة واللي بنبتديها مع بطلنا لايت في مدينة سياتل في أمريكا. وهو طالب ذكي جدا بيستغل ذكائه في إنه يبيع الواجبات والامتحانات الدراسية لزمايله الطلبة في المدرسة. وفي يوم بيكون قاعد في ملعب المدرسة وبتيجي عاصفة رياح شديدة عليهم وبيترمي عليه كتاب من السماء مكتوب عليه عبارة مذكرة الموت. وبيثير اهتمام لايت انه يقراه فبيشيله معاه وبيحتفظ بيه. وبنرجع لكيني زميلهم في المدرسة وبيتخانق مع طالب زميله وبيتنمر عليه فبتتضايق ميا من اللي بيعمله. ودي بتكون البنت اللي لايت معجب بيها وبيحبها فبتروح تتخانق معاه. وبيجري لايت يدافع عنها وبيضرب كيني وبيهدده ولكن كيني بيهجم عليه وبيضربه ضربة قوية بيقع بعدها على الأرض وبيغمى عليه. وبيطير كل الورق الخاص بلايت على الأرض وبيقع في إيد مديرة المدرسة وبيتم تحويله للتحقيق لأنه بيبيع واجبات وامتحانات مدرسية لزمايله. وكمان بيتم معاقبة لايت بحبسه لمدة أسبوعين جوه المدرسة. وبيكون لايت قاعد لوحده فبيفتح المذكرة اللي لقاها وبيقرا فيها وبيبدأ يفهم إن المذكرة هي مذكرة الموت، فيها قوة عظيمة لقتل أي شخص يتكتب جواها، بشرط إنه ملك المذكرة لازم يكون عارف الشخص اللي هيتقتل كويس جدا. وبيكمل لايت قراية في باقي الصفح ولكن فجأة نور بيقطع وبيسمع صوت حد وراه. وبيلاقي كائن غريب شيطاني بيبصله فبيخاف وبيحاول يهرب منه ولكن بتقع منه تفاحة على الأرض وبياخدها الكائن وبيقعد ياكلها وبيقوله الكائن اللي بيحصل له ده حقيقي وإنه مش حلم. وفجأة بيسمع لايت صوت صريخ بنت من الشباك فبيروح ناحية الشباك وبيلاقي إنه كيني بيتنمر على البنت زي ما عمل مع زميله قبل كده. فبيقول له الكائن إنه ممكن يساعدها عن طريق المذكرة. فبيفتح لايت المذكرة وبيكتب فيها اسم كيني فبيرجع يقول له حدد طريقة موته. فبيكتب طريقة موته هي قطع رأسه. تجبر قوي. وبعدها بيقفل المذكرة وبيتفرج على اللي هيحصل. فبتكون سيدة ماشية وماسكة في ايدها شنط كتير وبتقع منها شنطة بتخبط كرة سلة ماسكها شاب ماشي هو وزميله. فبيجري يلحق الكرة ولكن بيقف قدام عربية على الطريق وبيحاول صاحب العربية يفتديه وبيحود العربية وبتكون فوقيها سلم معدني فبيطير السلم وبيقطع راس كيني. وبيكون لايت لسه مصدوم من اللي حصل قدامه وبيقوله الكائن انه يحاول يستغل القوة اللي اتبعتت له دي او انه يتراجع ويسيب المذكرة. وبتخلص مدة معاقبة لايت وبيرجع بيته وبيقعد مع والده المحقق جيني واللي بيسأله عن الحادثة اللي حصلت في المدرسة مع زميله كيني. فبيرد عليه لايت رد قاسي وهو انه بدل ما يهتم بحادثة موت كيني كان اولى يهتم بقضية قتل والدته اللي خرج فيها الجاني من السجن من غير ما يتحول على المحاكمة بسبب نفوذه. وبعدها بيطلع لايت على اوضته وبيكمل قراية في المذكرة واللي بيلاقي مكتوب فيها انه مالك المذكرة مسموح له انها تفضل معاه مدة 7 ايام وبعد كده بتختفي وبتختار حارس جديد وعبارة مكتوب فيها انه محدش يثق في ريوك وده بيكون اسم الكائن الشيطاني. وبيظهر فجأة قدامه وفي ايده تفاحة وبيسأله لايت عن المذكرة وبيقوله الكائن انه يقدر يتحكم في مصير اي شخص قبل موته وان مدة موته ما تزيدش عن يومين وطريقة موته واقعية مش من وحي خياله. وإنه الحارس أو الملك اللي كان قبله مات فاضطر ساعتها إنه يدور على حارس جديد بعد 7 أيام. بيقرر لايت يرجع حق والدته وينتقم من الشخص اللي قتلها فبينزل يجيب ملف التحقيق الخاص بقضية والدته من مكتب والده وبيفتح المذكرة وبيكتب فيها اسم القاتل أنتوني وطريقة موته. وبنلاقي أنتوني قاعد في مطعم وبيخبط فيه جرسون فجأة وبيكون أنتوني في إيده سكين فبينزل عليها برقبته وبيموت. وبيسمع بعدها جيني والد لايت بالحادثة وبيكون مبسوط جدا إنه حق مراته رجع من الشخص اللي قتلها. وبعدها بيرجع لايت على مدرسته وهناك بيقابل ميا وبيتكلموا وبتسأله عن المذكرة اللي شايلها فبيقرر إنه يحكي لها وبيديها المذكرة في إيدها عشان تقدر تشوف ريوك. ولكن بيظهر ريوك فجأة وبيقول له إن هو بس اللي مسموح له يشوفه. فبيفتح جهاز الكمبيوتر بتاعه وبيفتح بث مباشر عاملاه الشرطة لمجرم محتجز رهاين عنده ومنزلين صورته وتحتها اسمه على الشاشة. فبيحاول يثبت لميا القوة اللي في المذكرة بإنه يكتب اسم الشخص المجرم ده وطريقة قتله وبيقفل المذكرة.
وفجأة بيطلع المجرم وبيقدم تحية عسكرية للشرطة وبتخبطه عربية تابعة للشرطة وبيموت. وبتمسك مايا المذكرة وبتلاقي إنه اللي حصل هو نفس اللي لايت كتبه في المذكرة وبتفضل مصدومة. وبيقرروا بعدها هما الاتنين إنهم ينتقموا من أي شخص ارتكب جريمة ويحققوا هما العدالة. وبيبدأ بضابط بيستغل مكانته وبيعذب في الناس وبيكتب لايت إنه يموت منفجر، وبعدها بيقتل 6 أشخاص مدانة ومحكوم عليهم بالإعدام وبيفجر إرهابي بقنبلة. وبتبدأ أحداث الجرائم تقل في العالم. وبيقرر لايت بعدها إنه يعرف العالم بنفسه ولكن عن طريق اسم مستعار واللي بيكون كيرا، وهي كلمة روسية بتعني الضوء، واللي بيخلي الضحايا يكتبوا اسم كيرا على الحيطان قبل ما يموتوا. وبيبدأ ينتشر اسم كيرا في كل الأخبار حول العالم. وبينقسم بعدها رجال الشرطة لمؤيدين لكيرا باعتباره بيساعدهم في تحقيق العدالة، ومعارضين له شايفين إنه قاتل يستحق المحاكمة. وبنروح لمدينة طوكيو واللي بيتم فيها حادث بشع، وهو إنه أكبر عائلات الإجرام خلصوا على بعض في مجزرة شنيعة. وبتستعين الشرطة بالمحقق إيل وهو من أكفأ المحققين في الجرائم الصعبة. وبيبدأوا يحصروا جرائم كيرا واللي بدأت بقتل المجرم اللي كان محتجز رهين عنده وقتها. فسرت الناس تصرفاته بأنه كان تحت تأثير المخدرات، ولكن بعد قتله تم تحليل دمه وما كانش واضح فيه أي أثر لمخدر. وبيقرر يستنى والده لما يرجع ويسأله عن شخصية أيل اللي طلع في المؤتمر، ولكن والده بيكون مش مسموح له يقول أي معلومات. وبيقرر المحقق إيل مراقبة كل أفراد الشرطة علشان يتأكد إن محدش منهم هو اللي منتحل شخصية كيرا. وبيبدأ يحس لايت بالقلق إنه يكون هو كمان متراقب. فبتقترح عليه ميا إنه يكتب كل أسماء أفراد الشرطة المسؤولين عن مهمات المراقبة في المذكرة عشان يحمي نفسه، ولكن بيقول لها لايت إن فكرتها غلط وإنه مش شخص قاتل. وبتحصل بعدها حادثة غريبة، وهي إن 21 من أفراد الشرطة انتحروا من فوق مبنى. وبيستغرب لايت جدا لأنه ما بيكونش هو اللي كتب ده في المذكرة، وبيتفاجئ إن ريوك هو اللي كتب ده من نفسه. فبيهددوا لايت انه لو عمل ده تاني هيكتب اسمه في مذكرة الموت، ولكن بيقول ريوك ان الشخص اللي كان قبله حاول يعمل ده ولكنه ما كتبش غير حرفين بس من اسمه وبعدها مات. بيطلع جيمس في مؤتمر صحفي وبيهدد كيرا علني بانه هيلاقيه حتى لو اتقتل بعدها، وانه واثق انه هيجي محقق غيره يكمل اللي بدأه. فبتقول له ميا انه يقتل والده، ولكنه بيعنفها وبيقول لها انها ازاي تفكر كده وانه مستحيل يقتل والده. وبيشك المحقق ايل في الامر وانه جيمس لسه عايش ما اتقتلش، فبيعرف انه كيرا هو لايت ابنه وانه ما قدرش يقتل والده. فبيقرر يروح له ويتكلم معاه وبيوجه له سؤال: هل كان التراجع عن انهاء حياة والده قرار سهل ولا صعب؟ فبيعترف لايت انه امره اتكشف، وبيقول له ايل انه هيستنى يمسك عليه الدليل المناسب ويحاسبه على كل الاشخاص اللي اتسبب في موتهم، واللي عددهم حوالي 400 شخص. ولكن بيقول له لايت انه مش هيقدر يعمل ده. وبيلاقي ميا مستنياه وبتعتذر له عن اللي قالته وانه كان من خوفها عليه او انها تخسره. فبيقول لها انه قرر يقتل ايل بعد ما قدر يشوف وشه، ولكن ناقصه يعرف اسمه الحقيقي واللي هيوصله عن طريق ويتري المساعد الخاص لايل. وبيفتح المذكرة وبيكتب إن ويتري يتصل بيه ويقول له اسم ايل الحقيقي ويموت بعد الساعة 7. فبتقول له ميا إنه هيقتل شخص لمجرد إنه يقول له اسم ايل. فبيقول لها إنه مسموح له يحرق صفحة الشخص من الكتاب وبكده هو مش هيموت. ولكن بيظهر له ريوكا وبيفكروا إنه يقدر يحرق صفحة واحدة بس في الكتاب وإنه يحسن اختيار صاحب الصفحة. وبيتصل ويتري على لايت وبيقول له إنه ما يعرفش اسم ايل الحقيقي رغم انه كان المربي الخاص له في الدار اللي اتربى فيها. فبيطلب منه لايت انه يوصل للدار دي ويجيب له اسمه الحقيقي. بيكون ايل في الوقت ده بيدور على ويتري في كل مكان وبيروح لايل بيته وبيهدده انه لو هو اللي ورا اختفاء ويتري مش هيرحمه، وبيحاول يهجم عليه ولكن بيمنعه جيمس والده. وبتبدأ الشرطة تفتش البيت ولكن ما بيقدروش يوصلوا لحاجة، وما بيكونش لايت لاقي المذكرة. فبيروح لميا وبيسألها فبتقوله إنها معاها وعشان تحميه، فبيحاول يوصل للمذكرة وياخدها. وبيوصل ويتري على مكان الدار بالليل ويدور على ملف ايل، وبيحاول لايت يحرق الورقة عشان ينقذه، فما بيلاقيش الورقة في الكتاب. وبتيجي الساعة 7 وبيهجموا مسؤولين الأمن عليه
وبيضربوه بالنار. وبيروح لميا يسألها هل هي اللي قطعت الصفحة، زي إنها قتلت 12 فرد من الشرطة لما عرفت إنه في شخص بيراقبه، وقدرت تجيب اسمه من محفظته وأجبرته يكتب كل أسماء المحققين اللي معاه وخلتهم ينتحروا، وإنها لو ما أخدتش المذكرة هتموت زي ما كتبت جواها. وبيوصل خبر وفاة ويتري للمحقق إيل، واللي بيكون حزين وبيعيط وبيقرر يوصل للايت. وبياخد لايت المذكرة وبيفتح جهازه على موقع أسماء الأشخاص المطلوبين للعدالة، وبيبدأ يكتب أسمائهم. وبيكون إيل وصله وبيحاول يطارده، وبيقوله لايت إن السر موجود في كتاب التفاصيل والتكامل، وبعدها بيهرب. وبيروح لميا في مكان مفتوح وفيه ساقية كبيرة، وبيقول لها إنهم يهربوا سوا وما يستخدموش مذكرة الموت مرة تانية. فبتخطف منه المذكرة وبتلاقي اسمها مكتوب وإنها هتموت في حال إنها أخدت المذكرة. وبتبدأ الساقية تتكسر بيهم، وبيحاول لايت ينقذها وبتتمسك بالمذكرة، ولكن بتقطع الورقة من الكتاب وبتقع، وبيقع الورقة اللي مكتوب فيها اسم لايت في النار. وبينزل بعدها لايت في البحر وبيدخل في غيبوبة، ولكن جرائم القتل بتفضل مستمرة بالرغم من إن لايت في العناية المركزة، وبيتم توجيه اتهامات للمحقق إيل إن توقعاته كلها كانت غلط وإنه لايت بريء. وبيفوق لايت في المستشفى وبيقول له والده إنه ما كانش يتخيل إنه يطلع هو كيرا، وإنه لقى صفحة جريمة قتل أنتوني في أوضته. ولكن بيقول له لايت إن كل اللي حصل كان بترتيب منه هو، وإنه قدر يفتح موقع لأسماء مجرمين ومن ضمنهم دكتور متهم في قضية تحرش، واللي كتب إنه ينقذه بعد وقوعه في البحر ويديله حقنة يدخل بعدها في غيبوبة، وشخص تاني متهم يكتب أسماء المجرمين في المذكرة ويرجعها له بعد يومين، وإنه ميا تموت بعد ما تكون قطعت الورقة اللي مكتوب فيها اسمه. وبيكون ايل بيفكر في كلام لايت، واللي بيكون عارف انه ما بيدرسش مادة التفاضل والتكامل، وبيفهم انها تخص صاحبته ميا. فبيوصل بيتها وبيقدر يلاقي الورقة المكتوب فيها اسماء ال 12 محقق اللي تسببت في قتلهم. فبيقرر ايل يكتب اسم لايت معاهم في الورقة، وبيظهر له ريوك وبيقول له ان البشر امرهم غريب، وبيكون لايت هيموت. وبتنتهي قصة لايت على كده، واللي بنختمها بمقولة شهيرة لأرسطو بتقول إن شر الناس هو ذلك الذي يضر نفسه والناس.